اهلا. اوكي. اهلا بيكم في برنامج بيت مدد، ودي الحلقه اللي هنتكلم فيها عن الشهاده. لا اله الا الله محمد رسول الله. ايه الفكره في الشهاده في الاسلام من الاركان الخمسه؟ اوكي، هضطر اشرح شويه عن الشاكراز بتاعت الجسم. الماكروباتكس، كلمه ماكرو يعني كبير، بايوتكس يعني حياه. فالماكروباتكس هو دراسه نظام الكون بتاع ربنا. ربنا لما خلق الكون خلقه بنظام معين، بهندسه معينه. فالماكروباتكس هو دراسه الهندسه اللي مبني عليها الكون كله، من اول الذره لغايه المجره لغايه الزهره لغايه كل حاجه مبنيه بنفس السيستم ده. تمام. فالنظام الكون بتاع ربنا ده ليه قواعد معينه وليه قوانين معينه. تمام. من ضمن القوانين زي ما قلنا، اهم قانون واول قانون واكتر قانون اساسي ان ربنا خلقنا من كل شيء زوجين، ذكر وانثى. وحتى في المسيحيه عيسى قال انا الالفا وانا الاوميجا. وكل الاديان الين يانج، كل حاجه في طاقه وعكسها، قد بعض وعكس بعض، opposite and antagonistic complementary، بيكملوا بعض. تمام. فالكواكب وهي بتلف، او النجوم وهي بتلف، بتطلع طاقه كهرومغناطيسيه. الطاقه الكهرومغناطيسيه دي عمال ما بتوصل للارض بتوصل في شكل هبوط وانكماش، هبوط وانكماش. تمام. والارض وهي بتلف بتطلع طاقه كهرومغناطيسيه العكس، صعود وتمدد. واحده كلوك وايز والثانيه انتي كلوك وايز، يعني واحده مع عقارب الساعه واحده عكس عقارب الساعه. واحده هبوط وانكماش والثانيه تمدد وانفلاش. تمام، وصعود. فالطاقتين دول لما بيتحدوا على وجه الارض بيعملوا كل الظواهر الطبيعيه اللي موجوده بما فيهم البني ادم. فليه الراجل شكله ذكر وليه الانثى شكلها انثى؟ لان الراجل 70% طاقه نجوم، طاقه ذكر، و30% طاقه انثى، طاقه ارض، طاقه صعود. والست العكس، 70% طاقه انثى و30% طاقه ذكر، هبوط. هتقولي لي ازاي؟ يعني ايه يعني ايه اللي يخليك تقول كده؟ العلم بتاع الميكروبيوتكس ده، احنا في العلم عامه، اي حد بيحط علم بيبقى مبني على اكتر حاجتين اساسيين. حاجه اللي هو الاكسبيرمنت، اللي هو بعمل تجربه واشوف النتيجه واحط هايبوثيسز او احط نظريه واعمل لها تجربه واشوف النتيجه ده هي بتثبت او بتنفي التجربه دي. وتاني حاجه المراقبه، اوبزرفيشن، ان انا براقب وبشوف في باترن، في نمط معين بيتكرر. فهو الميكروبيوتكس قايم على موضوع الاوبزرفيشن اكتر. تمام. فالراجل 70% طاقه ذكر، هبوط، فعنده دقن، عنده شعر في جسمه، ما عندهوش صدر، والعضو التناسلي بتاعه للخارج، هبوط وتمدد، هبوط وانكماش. تمام. والست العكس، طاقه ارض، طاقه صعود، فالعضو التناسلي بتاعها للداخل، المفروض ما عندهاش شعر في جسمها. لما الراجل بياكل اكل متوازن لطاقه الذكر والست بتاكل اكل متوازن لطاقه الانثى، الجسم بيبقى متوازن وبيبقى المظاهر بتاعته متوازنه مع كل واحد فيهم. وعندها صدر لان طاقه صعود، طاقه ارض، وما عندهاش دقن، وشعرها بيطول بسرعه. تمام. فاحنا على شكل طاقه الكون بتاعت ربنا. تمام. طيب ايه علاقه دهوت بالشهاده؟ طاقه الذكر وطاقه الانثى، احنا كلنا عندنا اللي هي الحلزونه اللي في شعرنا دهيت. تمام. ففي حلزونه في شعرنا، وفي البصمه الايد على شكل، في البصمه في شكل سبايرال، ايدينا على شكل سبايرال. والسبايرال يعني حلزونه متكونه من سبع مستويات: 1 2 3 4 5 6 7. تمام. على شكل سبايرال. الطفل وهو جنين كان شكل سبايرال. الورده او الشجره وهي بتكبر على شكل سبايرال حلزوني. الاعصار على شكل حلزوني. الذره الالكترون بتلف حوالين النيوترون على شكل سبايرال. الالكترون حوالين البروتون والنيوترون على شكل سبايرال. المجموعه الشمسيه، الكواكب بتلف في شكل سبايرال حوالين الشمس. المجره، درب الدبانه دي ولا ما اعرف اسمها ايه، الميلكي واي، على شكل سبايرال. تمام. فهي كل حاجه على شكل سبايراليك موفمنت. فطاقه الذكر بتخش جسم البني ادم من الدوريه اللي في الراس دي، وطاقه الانثى بتخش جسم البني ادم من منطقه البرينيوم، اللي هي المنطقه اللي بين الرجلين، بين الاعضاء التناسليه وفتحه الشرج. تمام. فطاقه الانثى بتخش الجسم من تحت، طاقه الذكر بتخش الجسم من فوق، وبيتحدوا بيعملوا 7 مراكز طاقه في الجسم اسمهم تشاكراز. فاول
شاكرا على الاعضاء التناسليه، تاني شاكرا تحت السره، ثالث شاكرا فوق السره، رابع شاكرا على القلب، خامس شاكرا على الزور، سادس شاكرا اللي هي عين البصيره، وسبع شاكرا اللي هي مقام الوصل او متصل بربنا او الفردوس الاعلى، او سميها زي ما تسميه. والجنات سبعه، وايام الاسبوع سبعه. اوكي، ده برضو مش صدفه الكلام ده. وليه ربنا خلق الدنيا في 7 ايام؟ وايه تفسير ال 7 ايام؟ ولا هم 7 ايام عاديين، سبت حد اثنين ثلاث اربع، ولا في رمز ورا ال7 ايام دول؟ اتفرجوا على برنامج بيت مدد الموسم الثالث، المواضيع دي بشرحها باستفاضه بشكل رهيب فظيع. anyway، فال7 شاكرات دول هم مش بس مراكز طاقه، هم المراكز الطاقه دي كأن مثلا زي القاهره ولا بتاع، وفي ميادين رئيسيه، تمام؟ فدي ميادين طاقه رئيسيه بيتفرع منها مسارات طاقه بتغذي كل شاكرا من دول متصله بمسارات طاقه لاعضاء معينه. في 12 مسار رئيسيين بيغذوا 12 اورجن، وكل اورجن لغايه كل خليه بتتغذى بالطاقه دهية. عشان كده البني ادم وهو بيموت بيحس الطاقه بتتسحب من كل جسمه، تمام؟ فكل شاكرا من دول ليها لون معين. الوان التيف 7، السلم الموسيقي 7 باي ذا واي برضه. كل مقام من دول ليه صوت معين، ليه عطر معين، ليه لون معين، ليه حال معين، ليه حاله روحانيه معينه، ليه كلام معين، ليه مشاعر معينه، تمام؟ يعني مثلا اول شاكرا دي متصله بالجنس، ومتصله بالطاقه الماديه، فلوس، عربيات، نجاح، الكلام ده كله. تاني شاكرا دي متصله بالمشاعر، تمام؟ ثالث شاكرا بالافكار، رابع شاكرا دي بالحب، حب وكره، تمام؟ خامس شاكرا دي بالتعبير، تمام؟ سادس شاكرا ده عين البصيره، دي اللي هي اللي بتفتح النور، بيبقى عندهم الحدس، اللي هو البني ادم بيبقى بيعرف بس الحاجه قبل ما تحصل، بيبقى عنده زي مش قدرات خارقه، بس يعني بيبقى عنده بصيره، تمام؟ هي عين البصيره. والمقام السابع ده اللي هو بقى الواحد خلاص تواصل مع ربنا يعني، تمام؟ فالشهاده مش بس ان انا لا اله الا الله محمد رسول الله، لا، الشهاده ان الواحد يفتح عنده ال7 مقامات دول ويتصل بربنا، تمام؟ ياما ناس مسلمه من غير ما تعرف اصلا يعني ايه اسلام. الناس اللي جم قبل الاسلام دول كلهم هيخشوا جهنم، هم عندهم العلوم وعندهم الحقيقه عايشينها من غير حتى لما يعرفوا اسمها ايه. انا لو لسه مولود على وجه الارض وشفت ورده وشميتها، هستمتع بيها وهعيش التجربه من غير لما اعرف ان دي اصلا اسمها ورده، تمام؟ ففي ناس كتير عايشين الحقيقه دي ومش مضطرين يعرفوا ان دي اسمها شهاده ولا ده اسمه اسلام. هو مسلم بالفطره، عشان كده الاسلام دين الفطره. وكم بني ادم في الشهاده مكتوب ان هو مسلم وهو لا ينتمي الى الاسلام بشيء، والزبيبه قد كده والصلاه والصوم، وهو الناس كلها عارفه انه كذاب ومنافق وبتاع ماديات والكلام ده كله. ف خلينا نفتح مخنا شويه في نظرتنا للدين، تمام؟ ونفهمه بالعلم، علشان ده الوقت، مفيش وقت بقى للكلام اللي بيحصل ده. خلصنا ومفيش وقت. فالشهاده هو ان الواحد يفتح ال7 مقامات دول، ولازم مرشد مش يعني شيخ بتاع ازهر ومناظر، يعني سوري يعني، الله اعلم، كل بني ادم، مش هعمم، بس علماءهم شر علماء، منهم تخرج الفتنه واليهم تعود، تمام؟ اللي هيكلمني في دي من غير علم مش هتقبل منه كلام، معلش. ف هي دي فكره في الشهاده، ان الواحد يفتح ال7 مقامات بتوع الشاكرات بتاعته، والشيخ بيبقى ليه نظره، بيشوف البني ادم من كلامه، من طريقته، من مشيته، من صوته، من جسمه، من قعدته، تاني راسه. الشيخ ليه نظره، وهو بيعرف انه ضربه يضربها له يروح فاتح له المقام، تمام؟ مره كان في قصه كده هوت، ان مره كان في شيخ عنده التلاميذ بتوعه، ودخل واحد وراح سأل الشيخ سؤال، راح الشيخ ماسكه وحطه من الشباك، وراح ناطط وراه ونزل على صدره وقال له فهمت؟ فالراجل قال له اه. دي اجابته. هو الشيخ مش بيجاوب السؤال، هو بيجاوب ما وراء السؤال، بيجاوب الحاله الروحانيه السائل او المريد بيبقى فيها، تمام؟ فانا معلميني الصراحه مريم نور اوشو ميتشي كوشي، غير كده لا انتمي الى اي حد ولا اي شيء ولا اي دين ولا اي بتاع. انا اؤمن بالاديان كلها، ولكني لا انتمي الى اي شيء بعينه. زي different containers، في ازازه وكوبايه وزير وقله والحاجات دي، الاواني مختلفه بس هي نفس الميه فيهم. تفاحه، هتقول لي تفاحه، هتقول لي ابل، هتقول لي بوم، هتقول لي زي ما هتقول لي، في الاول وفي الاخر لما اكلها هي تفاحه. انا عايز التفاحه، انا مش عايز اسمها ايه، انا مش عايز معلومات،
انا عايز المعرفه الحقيقيه. في فرق، واحد عطشان وجا للشيخ وقال له يا شيخ في حاجه في زوري كده، حاسس ان انا عايز كده حاجه تنزل كده. الشيخ قعد يديله بقى محاضره، وقال مش عارف ايه، ان الميه طعمها كذا ولونها كذا ومتكونه من H2O، ومعلومات معلومات معلومات. هل الراجل ارتوى؟ ما ارتواش. شيخ تاني جاله الراجل قال له فيها، قال له بص خد دي بس كده وابلعها، راح الراجل بلع. هل الشيخ محتاج يقول حاجه تاني؟ خلاص هو الراجل عايش التجربه. انا عايز اعيش التجربه، مش عايز معلومات، مش عايز كلام. تمام. فمعلومه تانية برضو عن الشهاده، ان كل مقام من المقامات دول ليه وش وظهر. يعني اول مقام بتاع الجنس مثلا ليه وش وقفا. فالوش لما الواحد يعني الاول البني ادم لما بيوصل لمقام معين بيبتدي بالقفا، بالوش الدارك، الوش الشرير او الوش السلبي. والشيخ بيساعده ان يحوله للوش الايجابي فيرتقي للمقام اللي بعده، بس الوش السلبي برضه الشيخ يحوله للايجابي فيرتقي. فكل مقام من دول ليه وشين، ده وش وقفا. الا المقام السابع ده الرحمه. الرحمه رحمتي وسعت كل شيء، فالمقام الرحمه ما فيهوش وش وقفا. ده المقام الوحيد اللي فيه توحيد، اللي كل الاطياف والاجناس والاديان وكل حاجه عند ربنا مقبوله، وكل حاجه متوحده عند ربنا. تمام. فدي الفكره من الشهاده، ان احنا مش بس نقولها بالكلام، ان احنا نفتح السبع مقامات وان احنا نعيش الحقيقه دهيت. تمام.